إزاي الببغاء يقدر يتكلم زي البشر؟ أسرار مذهلة. تخيل معايا ببغاء صغير بيقف قدامك وفجأة يقولك كلمة زيك بالظبط. تحس إنه فاهم كل اللي بتقوله، بس الحقيقة أغرب مليون مرة. النهاردة هنعرف سوا إزاي الطيور دي بتقدر تقلد أصواتنا ومين اللي خلاها خارقة كده. عمرك شفت ببغاء بيتكلم زي البشر؟ تحس إنه فاهم كل كلمة؟ صدقني اللي هتعرفه النهاردة هيخليك تندهش. الببغاء مش بس بيقلد الصوت، ده عنده سر غريب هيخليك تفكر مرتين قبل ما تسمع أي كلمة منه. الببغاء مش مجرد طائر لونه حلو، ده عنده قدرة مذهلة على تقليد أي صوت يسمعه. لكن قبل ما تقول ده ذكي زي البشر، في حاجة اسمها سيرينكس، جهاز صوتي موجود عنده بيخليه يقدر ينتج أصوات معقدة وغريبة جدا. تخيل كده، طائر صغير قادر يقلد أي كلمة تسمعها. مش معقول صح؟ السر كله في جهاز الصوت بتاعه، سيرينكس. كل الطيور عندها جهاز زي ده، بس الببغاء جهازه مميز بشكل خرافي. هو مش بيستخدم حلقه زينا، لكنه بيقدر يتحكم في عضلاته بطريقة تخليه ينتج أصوات مختلفة في نفس اللحظة. يعني ممكن يقول صوتين أو أكتر مع بعض، مش صدفة إنه يقلد صوتك وإنت مش واخد بالك. طيب هو فاهم الكلام اللي بيقوله؟ الحقيقة لأ، الببغاء بيقلد بس الدراسات أثبتت إن بعض الببغاوات ممكن تربط كلمات معينة بأفعال. يعني تسمع كلمة تعالى ممكن يجي عندك. يعني عندهم ذكاء محدود بس مش زي الإنسان، ده بس تقليد مدرب بعناية. في ببغاء مشهور اسمه أليكس، كان بيقدر يقول ألوان وأشكال ويعرف يميزهم. وكمان في ببغاوات بتقلد أصوات حيوانات وأجهزة. يعني ممكن تسمع صوت موبايلك يرن وتلاقي ببغائك هو اللي بيقوله. الحاجات دي بتوريك قوة الحفظ والتقليد عندهم. سبحان الله. الببغاء مش بس حيوان أليف، ده كائن غريب قدراته مذهلة. كل كلمة تسمعها منه نتيجة صبر وتدريب وقدرة فطرية على تقليد الصوت. المرة الجاية لما ببغاء يقول كلمة منك، افتكر إن وراها قصة جهاز صوتي خارق وذكاء غريب بس مش فاهم زي الإنسان. لو عجبتك الحقائق الغريبة دي، دوس لايك واشترك دلوقتي عشان نكشف مع بعض المزيد من أسرار الحيوانات الغريبة.